ديبال حلت لك مشكله السفر. معانا عربيه تقدر تمشي بيها كهرباء بس، وهتقدر تمشي بيها بنزين يا ابو الصحاب لحد 950 كيلو. العربيه اللي معانا النهارده هي ديبال S05، لسه متقدمه امبارح من خلال الوكيل الرسمي وهو غبور اوتو. تعالى كده اقول لك سريعا بتقدم ايه، يلا بينا. لو فتحت هنا مش هتلاقي اي حاجه، بس هنا في موتور بنزين بيشتغل جنريتور، ملوش دعوه باي حاجه في الحركه، كل حركه طالعه من الموتور الكهرباء. العربيه دي فيها شاشتين، عندك هنا هيد اب ديسبلاي بيبين لك كل المعلومات، عندك هنا شاشه 15.4 انش، وفي ميزه من ضمن المميزات في العربيه دي تقدر تشغلها كهرباء، تقدر تشغلها بنزين وكهرباء مع بعض، وتقدر تشغلها بنزين بس. نزلت هتلاقي شاحن وايرلس تحتيه مروحه 50 واط، وهتلاقي هنا مساحه تخزين تقدر تحط فيها ميه في الصيف بتطلع لك هواء من التكييف، وتقدر تحط فيها عيال صغيره. المساحات الخلفيه حلوه جدا، الهيد روم فوقيه واسع، والليج روم قدامي حلو جدا. هنا هتلاقي مدخل الاي سي على البروتوكول الاوروبي والدي سي، يعني تقدر تمشي بيها كهرباء بس لحد 160 كيلو لو انت عايز تستخدمها كهرباء، ده اللي يهمني ويفرحني. ولو جيت بصيت الناحيه الثانيه هتلاقي مدخل بتاع البنزين، ممكن تحط لها 45 لتر يمشوك لحد 950 كيلو، ودي التكنولوجي اللي اسمها ريف. هنتعرف اكتر عليها لما نجرب العربيه تجربه مطوله. وعندك مساحه شنطه 464 لتر. واستنى تجربه الاداء العربيه الاس 07 والاس 05 هتبقى تجربه مطوله، هنعيش معاها فتره طويله وهنسافر وهنخرب الدنيا. اما لو عايز تعرف اكتر عن عربيات الكهرباء ابقى اعمل لي فولو. سلام.